تستهدف الآن مناطق أخرى ومختلفة يعني في اليمن حتى تستطيع أن تقاتل، ولكن كل ما قام به هذا هو أيضا في تهديد. الآن السعودية لها حدود مع اليمن حوالي 1500 كيلومتر طول يعني، وهذه الحدود كبيرة. هنالك أمن الممرات المائية، هنالك مجمل قضايا مهمة بالنسبة للسعودية، والسعودية لن تقف مكتوفة الأيدي بألاعيبه وخياناته وأساليبه. هي قادرة أن تواجه الكثير من القضايا هذه، تستطيع أن تتعامل. العلاقة بين الشعب السعودي والشعب اليمني علاقة قوية ومتينة ولها جذورها، وهذه بلد لها احترامها وتقديرها ولها محبتها في قلوبنا. ولكن المهم الآن هنا أن يصطف الشعب اليمني حول الشرعية والشرعية الموجودة، وأن يعطى أبناء الجنوب حقهم في الاستفتاء في قيام دولة الجنوب العربي التي يطالبون بها. وهذا الاستفتاء ربما الجنوب العربي يعني نلاحظ أن مواقفه قوية ضد الحوثي وضد القاعدة. هم يقفون لأنهم يعرفون مصلحتهم مع بقية دول المنطقة، أن يريدوا أن يعيشوا بأمن وسلام، لا يريدوا أن يكون هنالك تطورات إقليمية تؤثر عليهم ولا على مسيرتهم. مع الأسف علي عبد الله صالح يريد أن يشعل حربا داخلية أهلية بين طوائف مختلفة، يريد أن يستخدم كل الإمكانيات في مواجهة الشعب. يعني الجنوب العربي الشمال مش عربي؟ سريعا جدا. لا، الشمال عربي، ولكن لا، الشمال هو اليمن الشمالي المعروف. طيب. الدولة اليمنية أسست في 1912، أما الجنوب لم يكن اسمه اليمن الجنوبي وإنما كان دولة الجنوب العربي، يعني أضيفت هذه بفترة قريبة، ولذلك أنا أعتبر أن الجنوب العربي. طيب. نعم. اوكي، بدي اتشكرك شكرا جزيلا. ونحن نعلم الى عام 90 كانت دولتين مستقله. نعم، انتهى وقتنا تماما، انا اسفه. بدي اتشكرك استاذ عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للابحاث.